شو تبغى؟ اضبط لك النور؟ اوكي، والصوت زين؟ يس يس. يلا خلاص. 1 2 اكشن. كل انسان عنده قصه. انا قصتي تبدا لما كان عمري 7 سنوات مع النخله والتمره. كنت جاي مع الوالد الى مزرعتنا في ليوة في محضر شيه. صار في نوع من الارتباط الداخلي عندي لحب هذه الشجره المباركه. الوالد الله يرحمه لما شافني مهتم بالزراعه والنخيل اشترى لي مزرعه، وهذه هي كانت النواه الانطلاقه لي انا في الزراعه وبالذات زراعه النخيل. شوف لي نخال زين. محمود شوف لي هاي نخاله هاي. محمود شوف لي هاي، شوف لي فيها شيء اصابه ولا شيء؟ لا ما اريد مشيرها، اريد شمس. مرحبا مرحبا يا مرحبا. هلا يدي شو انواع التمر؟ أو انواع التمر يا ولدي صالح وايد. الدباس، الفرض، ومنها الخشكار، منها عين البقر. هاي نخلنا الاوليه ماروث اهلنا وابائنا واجدادنا. يا سلام، وين هذا صالح؟ مزرعتكم؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذا انغال هذا. دائما نقول لك الواحد اللي الفرض هو عمود الارض، ان كلته اشفاك وان بعته اغناك. هذا بالنسبه للفرض. والدباس ايضا حتى عندهم مقوله للصنف الدباس، لان ليوة هني تشتهر بصنف الدباس. الدباس يقول عندهم على المثل القديم، وهذا من يعني باب يشجعون على زراعه الصنف. يقولون اللي ما يزرع الدباس ما ياخذ بنات الناس. هذه يعني تقول مقوله تحض الناس على انهم يزرعون التمر، لانه بيستخدمه كثروه بالنسبه له. هذا صنف الدباس، هذه ما شاء الله فيه رطبه بدأت تقيض، وهذا حجم ممتاز جدا يعتبر، ودائما يترشح للجوائز الكبيره. مشروعي بدأ في 2006، مصنع تمور ليوة. مصنع تمور ليوة من المصانع الرائدة على مستوى العالم في إعادة ابتكار صناعة التمور. في سنة 2007 مهرجان الرطب في ليوة حضر سموه لهذا المهرجان لتشجيعه، وهاي من عادة الشيخ محمد. مسك الكيس التمر وقال عيالي تعرفون اليابان كيف سادت العالم؟ قال سادتها بالصناعة. الصناعة هي المحرك الدينامو لأي تطور دولة. فأنتم من خلال التمر هذا وصناعتكم هذه لا ممكن تراكم تسيدون العالم. هذه الكلمة هي كانت الشرارة، هي اللي خلت اليوم مصنع تمور ليوة مصنع رائد على مستوى العالم في إعادة ابتكار صناعة التمور. أبويا صالح اشترى لي مزرعة يوم شافني أنا مهتم، والمزرعة هذه قمت وعدلتها وزرعتها وسويت فيها نخل وسويت فيها زراعة خضروات. الحين أنا اشتريت حق أبوك مزرعة هني تحت، أبوك زرعها مثل ما سويت أنا وقام مهتم، فلازم تهتمون في النخل. بتسوي لكم النخل هذا بينتج عندكم إنتاج، بتصنعون من التمر، بتطلعون منه، تسوي لكم مصنع صغيرون هني في المزرعة. أنتم بتقادي عندكم أفكاركم غير عن أفكارنا. بتسوي لكم مزرعة وبسلم عليك. يمكن تلقاني يمكن ما تلقاني. انت ضيف مني. الشكر أنا تلقاني. بعد ما أعطيت العيال هاي المزرعة طبعا نحس أن هناك في استمرارية، وهذا شيء طيب. هذا اللي احنا نبغاه، أن يستمر الجيل يحصل له شيء يشتغل فيه موروث من آبائه وأجداده، امتداد الماضي مع الحاضر مع المستقبل. صورة ذكرى حلوة هذه بتكون لكم.